مساء الخير على كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، ومساء الخير على كل العرب والناس اللي بتعرف عربي والناس اللي بتفهم عربي اللي بيتفرجوا علينا في العالم كله، سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في أي حتة في العالم. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة رمضان وبمناسبة العيد. معانا النهاردة بطل زي ما انتم عارفين، وزي ما قريتوا قبل كده معانا بطل أثبت حاجات كتير جدا 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 جدا. يمكن اول حاجه اثبتها انه ان النجم مش لازم يكون لعيب كوره او فنان. تاني حاجة انه فعلا تخطى صعاب وتخطى جبال بالمعنى الحرفي للكلمة، وفي نفس الوقت بالمعنى الرمزي للكلمة. تالت حاجة ان هو اول مصري واصغر عربي ينجح في صعود قمة ايفرست. هو الحقيقة قمة ايفرست يعني قد تكون اعظم انجازاته، ولكن هو الحقيقه عنده انجازات كتير جدا 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 هيكلمنا عليها النهارده بالتفصيل معاكم. وزي ما انتم شايفين في البيج اللي انتم بتتفرجوا عليها دلوقتي، في تحت ممكن تبعتوا لنا اي سؤال نساله فورا. معايا ومعاكم النهارده، ومتشرف انه معانا النهارده البطل المصري العالمي عمر سمره. اهلا يا عمر. اهلا بيك، وانا برضو سعيد جدا ان انا معاكم هنا في مصر ضد بكره، وان شاء الله يبقى حوار كويس يعني والناس تتبسط. اكيد اكيد، يعني طالما انت معانا اكيد هيبقى حوار كويس. عمر، انت يعني اعتقد معظم الناس اللي بتتفرج، والحقيقه في اوريدي ناس بعت لنا اسئله الحقيقه كويسه جدا، الى حد كبير عارفينك ومتابعين الانجازات اللي انت عملتها والبطولات اللي انت عملتها. بس انا احب ان احنا نعرفهم عليك اكتر ونرجع بدري شويه. انا عارف ان انت اتولدت في انجلترا، وبعدين اتنقلت بعديها على طول لمصر. مظبوط. وبعدين مظبوط. يعني انا اتولدت في انجلترا، في مكان اسمه ويمبلدون، اللي هي مشهور بتقام فيه بطوله بالتنس. التنس العالميه. تمام. ويمكن اهلي بمناسبه ان انا اتولدت هناك في وقت اللي بتلعب فيه البطوله، شافوا ان ده يمكن مثال كويس ان انا هطلع بطل تنس عالمي زي بوريس بيكر مثلا المصري او حاجه، لكن للاسف فشلت في رياضه التنس. ولحد سن 11 سنه كنت، في الحقيقه كانت صحتي يعني تعبانه شويه. وفي سن 11 سنه جالي ربو حاد. كنت تعبان كتير جدا منه، كنت يعني ما بعرفش اخد نفسي بالليل وما بعرفش انام والكلام ده كله. اخدوني الدكتور اللي قال ان انا عندي نوع من الربو طبيعي هيختفي وانت في العشرينات، لكن لو عاوز تعمل حاجه عشان يعني تخلص منه اسرع لازم تبتدي تلعب رياضه. فانا واحد ما كانش اتعلم الصبر وقتها، فمن اليوم اللي بعده على طول ابتديت ان انا قبل ما اتوبيس المدرسه يعدي عليا كنت بروح اجري في النادي لمده ساعه وكلام من ده. وابتديت آه، يعني ابتديت واحد رئته ابتدت تتسع، وابتديت ان انا الفتنس بتاعي يتحسن. ولعبت رياضات عاديه جدا في الاول، سكواش وكره السله لما طولت شويه. لكن عمري ما كنت فكرت طبعا في موضوع تسلق الجبال ده الا لما وصلت سن 16 سنه. تمام. وقبل ما نتكلم على تسلق الجبال، انت دلوقتي جيت مصر، دخلت مدرسة لغات، مدرسة الألسن، وبعدين اتخرجت منها دخلت الجامعة، وبعدين اشتغلت. مظبوط. صح؟ وبعدين فجأة قررت ان انت هتبطل شغل وهتروح تكمل دراسة بره. صح؟ ثم بعد ذلك قررت ان انت هتبطل الاتنين وهتطلع جبل. مظبوط. م- م- عادة الناس بتبقى عندها حلم، وبيبقى حاطه الحلم ده في دماغها، ولكن لما بتجيلها شغلانه كويسه وبتبقى ويل بيد وماشيه كويس في حياتها، بتخاف تاخد الريسك ده. تمام. ايه اللي خلاك ما تخافش؟ ايه اللي خلاك تجري ورا حلمك وتسيب شغلانه انت كنت بتاخد فيها مرتب كويس وكنت ناجح فيها، كنت بتشتغل في شركات كبيره جدا او بنوك كبيره جدا كمان في مصر او حتى كمان بره مصر؟ ايه اللي خلاك تسيب الكلام ده وتجري ورا الحلم بتاعك ده اللي هو في الاخر مش هيجيب لك فلوس كتير؟ مظبوط. هو اول حلم كان عندي كان حلم يعني حققته في 2003، وما كانش تسلق جبل ايفرست، كانت رحله سفر مدتها 370 يوم متصل حوالين قاره اسيا وامريكا اللاتينيه. انا وقتها كنت بشتغل لمده سنتين ونص في بنك في انجلترا، وكنت الحمد لله يعني يعني باخد مرتب كويس، وكنت يعني قاعد اترقيت كذا مره في الشغل والكلام ده كله. الا ان انا كنت حاسس في حاجه جوايا يعني مش متحققه. والحاجه دي ما كانتش حاجه ماديه او حاجه في الكارير بتاعي، وانما انا كان عندي رغبه طول حياتي ان انا عاوز الف العالم، عاوز اشوف كل ركن في العالم، عاوز اتعايش مع الشعوب اللي موجوده في بلاد تانية معايشه حقيقيه، مش بس ان انا اروح وازور مكان لمده يومين ثلاثه، انما عاوز اروح للقرى والنجوع، واروح الجبال والاماكن الطبيعيه يعني
ان الرحلات اللي بتبقى بالشكل ده ما بتبقاش واحد ما بيتعرفش بس عن العالم، لكن بيتعرف على حاجه جوه نفسه كمان. فقعدت احضر لمده سنتين ونص، كنت وقتها باخد الماهيه بتاعتي، كنت بحوش كميه معينه كل شهر، لحد ما بعد سنتين ونص بالظبط اتاحت لي الفرصه ان انا اسيب الشغل واقوم بالرحله دي اللي هي 370 يوم. طبعا مش هقول لك يعني كم المواجهات القويه جدا ما بيني وما بين اهلي وما بيني وما بين اصدقائي، لان انا طبعا سايب برضو بوزيشن كويس وسايب ماهيه كويسه، وهترجع لما ترجع هتلاقي شغل تاني وزمايلك هيسبقوك والكلام ده كله. وانا الصراحه ما كنتش عارف اجابه الاسئله دي، انما كان عندي يقين جوايا ان دي حاجه لازم اعملها. ما كنت يعني ما كانش ساعات الواحد لما يبقى عنده حلم والحلم ده يبقى كبير وهو برضو خايف منه، ما بيبقاش لسه عنده الكلام اللي هو يقدر يشرح بيه انا ليه بعمل كده، لكن هو في حاجه من جواه غريزه بتقول له انت لازم تعمل ده، هو ده الصح ليك دلوقتي. صح. واللي انا اتعلمته في خلال السنين الطويله ان الواحد، ان يمكن غريزه الانسان لما بيكون عنده حلم وحاسس بيه من جوه في قلبه، هو ده يمكن يعني احسن مؤشر لاتخاذ القرار. حتى لما بتسمع حتى بيبقوا السي اوز بتاع الشركات الكبيره جدا في وول ستريت وفي حاجات كده بيتكلموا، يقول لك ان هو ساعات اللي هو going by the gut، يعني ان هو انت الجت انستنج بتاعك من جوه حاسس بحاجه تمشي وراها. مظبوط. بس برضه عمر في اوقات كتير جدا الاحلام بتضيع ناس كتير. يعني ان انت تجري ورا حلمك وتمشي ورا حلمك و... و... وما تعملش حاجه تانية بتضيع ناس كتير. دي ليها حاجتين، بس معلش اتفضل اقطعك. اول حاجه ان ساعات الحلم بيكون حلم عشان الماده او عشان الشهره، فده ما يبقاش الحلم المظبوط. تاني حاجه ممكن يكون ده حلم وانت مشيت وراه وتعبت جدا لكن ما حققتوش، وده بيكون ربنا راد لك ان انت تمشي في الطريق ده عشان يمكن ما توصلش، عشان تتعلم حاجات معينه هتعدك بعد كده ان انت تحقق حاجه تانية، او انت تتعلم يعني ايه المثابره، يعني ايه العمل الجاد، يعني ان انت تقف قدام عقبات كتير وتنتصر عليها عشان في يوم من الايام هتوصل لحاجه تانية. فالفكره كلها ان الواحد دايما بيعمل اللي يقدر عليه، يمشي ورا قلبه ويعمل اللي يقدر عليه ويجتهد ويثابر ويبقى يحط دايما 100%. بنسمع كتير برضه عمر حته، يعني انا مبسوط قوي بالكلام اللي انت بتقوله ده، دي رساله مهمه جدا، انه النهارده لازم نثابر ونجتهد وفي نفس الوقت ما نفقدش الامل. بس بنسمع كتير جدا انه ما يعني اصل انا حاولت بصراحه 4 مرات وفشلت. انا عارف ان انت حاولت في صعود جبال وفشلت، وحاولت في حاجات كتير تانية هندخل فيها، بس بعد كده خليني امشي معاك. بعد الرحله بتاعت 370 يوم دي ايه اللي حصل بعد كده؟ خلصتها؟ رجعت 370 يوم ورجعت يعني هو خلصت كل فلوسي اكيد. فرجعت، ويعني كانت الخطه ان انا اسافر لمده سنه، يعني يمكن زادوا 5 ايام. رجعت تاني، قدمت على شغل تاني، وبالرغم الناس كلها قالت لي ان انت هتبقى مفيش حد هيقبلك، ولو رحت الانترفيو قلت لهم ان انا خدت سنه ورحت سافرت لفيت العالم هيقول لك ده مش راجل بتاع الشغل والكلام ده كله، الا ان كانت الرحله دي هي المدير بتاعي في الفتره دي شاف فيها حاجه، ان هو ده الشخص ده احنا عاوزين شخص زي كده عنده الميول دي وعنده الطموح ده، وان هو يعمل حاجات فيها ابتكار والكلام ده كله. ورجعت تاني للبنك بس في بوزيشن مختلف، ولحقت الزملاء بتوعي اللي كانوا بقالهم سنه بيشتغلوا في البنك برضو، وصلت يعني زيهم. واشتغلت مده سنتين تانيين في البنك، لحد ما لقيت ان انا عند مفترق طرق تاني، وحسيت ان انا عشان اقدر اكمل في الكارير بتاعي لازم اعمل ماجستير. فقدمت واتقبلت في جامعه لندن بزنس سكول لاداره الاعمال. ثانيه واحده عشان انت شكلك كده ريسك تيكر مش بس في الجبال. يعني انت دلوقتي خلاص اشتغلت، يعني عملت 370 يوم ورجعت والحمد لله لقيت الشغل اللي هو كل الناس كانت بتقول لك مش هتلاقي، لقيت الشغل. كمان سبت الشغل ورحت تعمل ماجستير تاني. ازاي بيجيلك الجرأة دي؟ يعني ازاي بيجيلك الجرأة؟ عادة احنا بنشوف ان الواحد بيمسك في وظيفة ويقول لك يا سلام ده حلو قوي كده، خليني بقى في الوظيفة وامشي جنب الحيطة من مثلا مندوب مبيعات الى سوبرفايزر مبيعات الى مدير مبيعات الى مش عارف ايه، ويخلص عمره وهو لسه في نفس الكلام. مش بنقول ان ده غلط ولا حاجة، بس انت ازاي عندك الجرأة ان انت اشتغلت وبعدين تسيب الشغل وتروح 370 يوم وبعدين رجعت اشتغلت تاني فتسيب الشغل وتروح تعمل ماسترز مثلا او تروح تعمل ماجستير؟ ازاي يعني؟ بتتبع ايه او بتتبع ايه هنا؟ يعني انا عندي يمكن معرفش بقى اذا كان هي حاجه صح ولا لا، بس انا يعني الفلسفه بتاعتي في الحياه عامه هي ان الانسان موجود في الدنيا دي ان هو يحاول يوصل لاحسن نموذج من نفسه يقدر عليه. الله.
وعشان الواحد يقدر يعمل ده لازم ما يقدرش ان هو يعيش دايما في حياه نمطيه، لان لما الانسان بيعمل نفس الحاجه مده طويله جدا هو مش ممكن، يعني ممكن ان هو يتحسن بس هيتحسن ببطء وهينمو ببطء. عشان الانسان يبتدي ان هو ياخد نطات كبيره جدا في المقدره بتاعته والمهارات بتاعته، او ان هو يتحسن بشكل كبير، لازم دايما يحط نفسه في مواقف غريبه، مواقف هو مش متعود عليها، عشان الليرنينج كيرف بتاعه يعلى جامد. مع ان يا عمر في ناس كتير جدا بتخاف، يعني في ناس كتير جدا، عارف انت حكايه الكومفورت زون دي، في ناس كتير جدا بتقول لك انا ايه اللي يخليني احط نفسي في موقف انا مش متعود عليه، او ايه اللي يخليني اجرب حاجه جديده. عارف المثل اللي هو بتاعنا اللي هو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. أيوة مظبوط. واضح جدا ان انت بالنسبه لك اللي ما تعرفوش احسن من اللي تعرفه، يعني كل مره بتجرب حاجه جديده. فرحت تدرس بص انا ابتديت بعد فتره، انا كنت قلت لك هو موضوع ان الواحد يمشي ورا قلبه دي بتبقى طبعا حاجه مخيفه جدا في الاول، لان كل الناس اللي حواليك وعاده اقرب الناس ليك بيقول لك لا انت مجنون ودي فكره غلط والكلام ده كله. بعد فتره يعني بعد قرارات كتير انت بتعملها وبتحس ان انت فعلا لا يعني المجازفه اللي انا خدتها دي وصلتني حاجه كويسه، او يمكن ما نجحتش قوي بس اتعلمت حاجه فادتني جدا فهقدر اكمل بيها. بتبتدي انت تلاقي بيبقى عندك ثقه في نفسك وثقه في القرار اللي انت بتاخده من قلبك ده. وبعد كده لما تيجي تاخد قرار والناس اللي قريبه منك يقول لك لا يا عم دي فكره مجنونه، بتعرف ان ده مؤشر انت كده على الطريق الصح. لان الحاجه اللي هي بتاعتك اللي هي الحلم بتاعك، وعاده الحلم بيبقى حاجه فرديه، ولو حلم فعلا صح بتبقى حاجه مختلفه عن اللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك. فالطبيعي جدا ان الانسان ما بيحبش الاختلاف، ما بيحبش الحاجه المختلفه، فبالتالي دايما لما يشوف انت بتعمل حاجه مختلفه قوي هيقول لك لا انت بتعمل ايه، ومن الخوف عليك لان هو ممكن بيحبك او كده. وبرده في القرار اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو ان انا سبت الشغل ورحت عملت ماجستير، برده اهلي برده كانوا مش فاهمين، واصدقائي برده قالوا لي لا دي فكره مش كويسه والكلام ده كله. بس الواحد لازم طب النقطه دي برده مهمه يا عمر، ان انت في اوقات كتيره جدا بيبقوا الاهل ليهم رؤيه تانية، ازاي بتقدر تقنعهم؟ يعني برضو ده سؤال كويس. هو بتفرق طبعا يعني على حسب برضو السن، وبتفرق على حسب الموقف بتاعك. انا كنت في الفتره دي كنت في موقف ان انا كنت لعده سنين استقليت ماديا عن اهلي، فبالتالي كانت النقاش ما بيني وما بينهم هو نقاش مع مثلا مع والدي راجل لراجل، اللي هو ده مبدئي ودي فكرتي ودي فلسفتي، والله انا بفكر في كده، والله احنا مش متفقين مع بعض بس ربنا يعني ييسر لك امورك والكلام ده كله، بس انا مش شايف ان انت بتعمل الصح. ويعني يعني الحمد لله بصراحه بس يعني بس اعتقد بعد كده بيرجع يقول لك انت كان عندك حق. بعد كده هو ما بيقولهاش يعني، بس انت بتبقى عارف ان هو حاسس ان بس هو طبعا يعني في والله ميزه كويسه جدا ان انا يعني مع الوقت يعني حتى والدي بيقول انت مع الوقت ابتديت تعملي نوع من العلاج الطبيعي اللي هو ايه يعني خلاص لما بقيت بعد كده دلوقتي تيجي تقولي انا رايح والله مثلا الفضاء هقول لك مثلا يلا يعني خلاص اتفضل، فاهم؟ فهو مع الوقت ابتدى يفهم وكده، وبعدين مع الوقت اديته هو بقى عارف ان انا لما باجي اقول مثلا عاوز اعمل الفكره دي اللي هي حلم كبير او حاجه مجنونه، هو عارف ان انا مش طايش وخلاص، هو فاهم من قبل كده ان انا عملت حاجه مره واتنين، وعارف ان انا لما بحط خطه يعني بقول فكره بتبقى الخطه دي جايه مع مثلا كذا سنه او شهور كتير من الاستعداد وانا عامل بلان وكل الكلام ده. فبعد ابتديت بشويه بكتسب ثقتهم يعني تمام. دي نقطه مهمه برضو، ان انت يعني حلوه كلمه بكتسب ثقتهم دي، لان مهم جدا ان الواحد برضو يعني يبقى اهله عندهم ثقه فيه. اكيد في الاول ان هم بيبقوا خايفين عليك وعايزين لك الطريق الاسهل في وجهه نظرهم، اللي هو انت راجل اشتغلت شغلانه خليك في شغلانتك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيما رزق واللي نعرفه احسن من ما نعرفوش والحاجات دي. بس بعد بقى وانت بتدرس في انجلترا الماجستير قررت بقى ان انت تطلع جبل ايفرست. انا كان حلم تسلق ايفرست ده كان حلم بيراودني من انا عندي 16 سنه. انا طلعت اول جبل في حياتي وانا عندي 16 سنه في سويسرا، كانت اتاحت لي الفرصه ان انا اطلع يعني زي معسكر هناك، وواحده من الاختيارات اللي موجوده كانت تسلق جبل لمده يومين، ودي كانت حاجه حسيت انا عمري ما هقدر اجربها تاني في حياتي، فقلت ليه ما اجربهاش. لما رحت في وسط الجبال طبعا اتخذت من الجبال يعني جمال الطبيعه وطبعا الاحساس الراحه والسكينه اللي الواحد بيحسه، يعني في طاقه ايجابيه وفي جزء روحاني موجود في تسلق الجبال. انما هي نقطه التحدي ان انت لما بتطلع الجبل انت ما بتتحداش الطبيعه ولا بتتحدى الجبل لان هم دايما اقوى منك بكتير، انت بتتحدى نفسك يعني ضعف العقل وضعف الجسد عشان تقدر توصل للهدف بتاعك. فدي حاجه شدتني جدا لموضوع تسلق الجبال، لكن لمده السنين دي كلها ما اتاحتليش الفرصه ولا من امكانيات او ماديا، وطبعا لازم كنت اكتسب مهارات في تسلق الجبال وفتنس والكلام ده كله.
ففضل الموضوع انا ماشي فيه لحد ولما دخلت الجامعه. كنت واعد نفسي ان انا هركز السنتين دول بس في الماجستير ومش هعمل اي حاجه تانية ولا سفر ولا جبال ولا الكلام ده كله، الا ان انا بعد يعني دايما الواحد عنده خطه لكن ساعات ربنا يبقى عنده خطه تانية، فلازم الواحد يكون مرن ويقدر ان هو يغير من مساره. ففجاه بعد 3 اسابيع لقيت واحد في الجامعه عندي بيعلن في الجامعه ان هو عاوز يطلع قمه جبل ايفرست وبيدور على فريق يطلع عشان يطلع معاه. تمام. يعني بعد ما قريت الايميل بثانيتين او قبل ما اخلص قرايه الايميل كنت خلاص يعني بعت له والتقيت معاه وحطينا الفكره، وبقى خلاص ايفرست بقت الاولويه الاولى والماجستير الاولويه الثانيه، وخلصتها برده ونجحت فيها وكل حاجه. انما كان اللي هم ال 20 شهر اللي هم الاستعداد دول كانوا 20 شهر 20 شهر بتتمرن. بتمرن مع الماجستير والدراسه وكل الكلام ده. فكانت طبعا كانوا سنتين قاسيين جدا بس الحمد لله يعني. وتمارين اعتقد انها مش هينه يعني. احنا كنا بنتمرن حوالي يعني 6 أو 7 مرات في الاسبوع، يمكن 2 أو 3 في اليوم. ده تمارين عنيفه. انا طلعت جبل سانت كاترين بصراحه. يعني جبل سانت كاترين قعدنا طول الليل نطلعه، يعني غير جبل المقطم اللي بنطلعه كلنا. بس فعلا يعني انا طلعت جبل سانت كاترين ده بالنسبه لي كان يعني ايه خيال الخيال. فاللي انت بتقوله ده ان انت عشان الناس اصلا دايما بتفتكر انه ايه ده طالع جبل ايفرست، طب يلا بينا طالعين الجبل. هو تسلق جبل ايفرست نقطه التحضير 2.5 شهرين طالع 2.5 طالع الجبل. التحضير بتاعه كان 20 شهر بس، يعني هم اكتر من 20 شهر لان قبلها كنت برضو بطلع جبال وبكتسب مهارات وكده يعني، لكن 20 شهر دول كانوا مكثفين جدا قبل معلش يا عمر سنة احنا خلي بالنا يا جماعه بس عشان ايه نبقى مع بعض كده في الموضوع. حد عنده حلم، تحقيق الحلم ده عشان يحققه بياخد 2.5 شهر طالع الجبل. قبل ال2.5 شهر دول في 20 شهر بيتمرن فيهم. كل ده ليه؟ عشان عنده حلم، عنده هدف عايز يحققه. وفكره الحلم بدات من 16 واتحققت وانا عندي 28 سنه يعني. حاجه تانية مهمه جدا وعدى عليها. احنا لغايه دلوقتي لسه ما كملناش بقيه الحكايه، بس خدوا بالكم الراجل ده واجه صعب قد ايه. اول حاجه ان هو عنده 11 سنه جاله رب. خلاص اول حاجه ان هو متشكرين جدا انا عندي الحلم ده مش هقدر اعمله لان انا عندي رب، متشكرين جدا وخلاص على كده، ودي بتحصل عادي جدا. بعد كده عدم موافقه الاهل، بعد كده قله التمويل ودي النقطه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. بعد كده خلاص الراجل بيشتغل. كل ده لم يثني عمر سمرة على الوصول لحلم. عشان كده احنا بنقول كلمه بطل دي ما بتجيش من فراغ. مش اي حد بيتقال عليه بطل، مش اي حد عمل اي حاجه بيتقال عليه بطل. بصوا الواحد عشان ياخد لقب بطل ده بيعمل ايه من هو عنده 16 سنه لحد 28 سنه 12 سنه. الراجل ده عنده حلم بيجري وراه. قعد حوالي 2 سنين ما بين تمرين وما بين صعوده للحلم ده. نيجي الحته اللي هي بتاعه التمويل يا عمر بتاعه ايفرست دي. رياضه تسلق الجبال ما بتعملش فلوس، مش زي الكوره ومش زي التنس والرياضات اللي هي بتعمل فلوس دي. فانت النهارده صرفت على 370 يوم بتوعك دول من الفلوس اللي انت حوشتها. ودي نقطه تانية مهمه جدا ان انت النهارده برضو عندك دريم فبتحوش فلوسك عشان تروح تحقق الحلم بتاعك ده وليس العكس. لان ناس كتير جدا بتبقى فاهمه ان الحلم هو اللي هيجيب لها الفلوس. انت عملت العكس. ولكن عشان تتسلق ايفرست صعب قوي ان انت تصرف عليه من معاك. فعملت ايه؟ دلوقتي وقتها انا كنت بعمل ماجستير كنت واخد قرض من البنك عشان امول الماجستير، فما كنتش طبعا استنى ما تاخدش الحاجات كده يا عمر. ده انت حكايه ما تاخدش الحاجات كده. دي في حد ذاتها حكايه. انا النهارده عايز اعمل ماجستير. في ناس كتير جدا 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 ما بتكملش الحاجات دي لان انا معيش فلوس. هعمل ايه يا جماعه؟ الراجل ده خد قرض من البنك مش عشان يشتري عربيه ولا عشان يشتري شاليه في الساحل الشمالي ولا عشان خاطر يتمنظر. ده خد قرض عشان خاطر يكمل دراسته. دي نقطه في غايه الاهميه يا عمر. واعتقد انه مش ناس كتير بتفكر بالطريقه دي. يعني مش ناس كتير بتفكر انه ياخد قرض عشان يكمل دراسته. عاده احنا بنفكر ناخد قرض عشان نشتري حاجه كلام من ده بالظبط. معلش دي نقطه برضه انا محتاج اعملها هايلايت برضه. يعني هو طبعا انا مش عارف يعني حتى البنوك في مصر المفروض تفكر برضو بالمنطلق ده ان هم ييسروا الحاجات دي، لان ده واحد بيستثمر في نفسه، ولو استثمر في نفسه هيقدر بعد كده ان هو يطلع 10 مرات فوق اللي هو اخده لو درس دراسه كويسه والكلام ده كله. مظبوط.
فانت دلوقتي كنت واخد قرض عشان تعمل ماجستير، فطبعا ما معكش فلوس ان انت تمول رحله ايفرست دي. مظبوط. فعملت ايه؟ قلت خلاص انا يعني انا كنت عارف ان مفيش ولا مصري طلع ايفرست، وانا كنت هكون اول مصري. فكان عندي كنت عاوز جدا ان راعي الرحله دي يكون حد مصري او شركه مصريه او الكلام ده كله. انا كنت عايش في انجلترا، بس كنت حريص جدا ان الموضوع يكون كله ممول من مصر. العقبه اللي كانت قدامي ان في 2006 الوقت اللي انا كنت بدور فيه على التمويل ده، و2005 كان يعني فكره تسلق الجبال مش معروفه خالص في مصر، فكره ايفرست مش معروفه خالص، فكره ان ليه واحد يطلع جبل وليه احنا نديك فلوس عشان تطلع جبل. طبعا حاولت طبعا مع الحكومه مع الدوله، ده كان يعني حاره سد في الاول. فلجأت للشركات. ده كان في 2007 يعني 2007 تسلقت ايفرست، لكن في 2005 و6 كانت البدايه الاستعدادات ومحاولات التمويل. طبعا يمكن عملت كونتاكت مثلا مع اكتر من 50 شركه في مصر. معظم الشركات ما ردتش عليا. عملت مقابلات كتيره جدا بالتليفون ومقابلات، يعني قابلت ناس فعلا وكتبت ايميلز والكلام ده كله. كانت عاده يعني بيقابلني الرفض دايما. الا ان في يعني في قصه صغيره كده احكيها. طبعا. طيب يعني ازاي ان فعلا قدرت ان انا يعني عشان اصل هو في سؤال، يعني خلينا ناخد شويه، يعني في سؤال على نفس اللي انت هتحكيه دلوقتي او اللي انت بتحكيه دلوقتي. احنا هناخد شويه اسئله من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وتبعت لنا اسئله لايف. تقدروا يا جماعه تبعتوا لنا اسئله في البوكس اللي تحت التي في سكرين بالظبط، او تحت الفيديو. في انوبيوس سولجر، ده اسمه طبعا، ده نيك نيم، بيقول انا عمري ما كان عندي مشاكل مع اتخاذ القرار او المجازفه، انا عندي مشاكل مع الاهل ومع الماديات، خاصه اننا في مجتمع منهار اقتصاديا. ايه الحل؟ اسمع الحل يا سولجر، اسمع الحل. طيب تمام. انا فكرت في التجربه. دلوقتي انا واحد عاوز اطلع جبل، وطبيعي جدا خلاص الدوله او الاتحاد او وزاره الشباب والرياضه قالوا لا دي مش حاجه احنا ممكن نقف جنبها. طيب ايه الحل التاني؟ طب اتجه للشركات الخاصه عشان اقدر ان انا اخد منهم فلوس، وانا لازم اثبت لهم الموضوع ده هيفيدهم ازاي. فابتديت اكتب برزنتيشن بقول فيها انا بحاول اعمل الحاجه الفلانيه، الحاجه دي هتبقى رقم قياسي وحاجه تتحسب لمصر، وهيبقى ليها تغطيه اعلاميه مثلا بالطريقه الفلانيه. ابتديت اكلم جرايد، ابتديت اكلم طب لو هل الموضوع ده حصل هل هتغطوه؟ طب لو هيتغطى بالشكل الفلاني. لما ينزل الموضوع ده انا عارف ان انا كده بطلع فاليو للشركات دي، لان هيتحط فيها اسمهم، هيتحط فيها اللوجو بتاعهم، الكلام ده كله. ايه اللي انا ممكن اعمله؟ انا ممكن اخد العلم بتاعهم معايا، ممكن ان انا اتكلم من على الجبل واقول ان هم كده. يعني ابتديت اكتب الموضوع، وبعدين ابتديت اراسل الشركات. زي ما قلت لك القصه كانت صعبه والكلام ده كله. في الاخر خالص فكرت تفكير مختلف لما لقيت كل البيبان بتتقفل قدامي. قلت طب انا يعني اشقلب الموضوع. طب ليه ما فكرش مين الشخص اللي في مصر في وقتها، احنا كنا دلوقتي في 2006، اللي لو حطت الفكره قدامه هيشوفها يعني هيقتنع بيها. لان انا عندي ايمان ان لما واحد يكون مؤمن جدا بحاجه لازم يكون في حد تاني هيؤمن بالفكره دي. انت بس لازم تقعد تحاول لحد ما توصل للشخص ده. الشخص ده موجود دايما. فانا فكرت وقتها كان ان هو الشخص ده المهندس نجيب ساويرس، وقتها كان اللي هو السي او بتاع روسكوم تيليكوم، بس ما كانش عندي اي فكره اوصل له ازاي خالص يعني. ففكرت كده، كان تفكير وقتها كانت حاجه يعني برضو غريبه شويه. بس قلت ايه، طيب خليني اكتب له ايميل. فكتبت ايميل، طبعا قعدت اكتب له مده يومين كاملين في كل النقط وكل حاجه، عشان عارف ان هو برضو وقته قصير، ولو فعلا وصل له الايميل مش عنده دقيقتين يقراه والكلام ده كله. بس قلت انا ما اعرفش الايميل ادرس بتاعه، بس قلت اكيد الايميل ادرس بتاعه واحد من 12 احتمال. فابتديت اكتب nsawiris@ot.com، نجيب ساويرس @ot.com، مش عارف نجيب ساويرس @orascomtelecom.com، وهكذا. وفي الحقيقه 11 ايميل رجعوا undelivered، واحد وصل. ونسيت الموضوع شويه، وبعد 3 اسابيع بالظبط جالي تليفون فجاه من المكتب بتاعه، انت ايه القصه، انت بتعمل ايه، انت عاوز تعمل ايه، طب احنا ليه نثق فيك، كلام من ده. اقنعتهم. يعني في خلال شهر كانت الفلوس اتحولت للحساب. ودي طبعا حاجه ما انساهاش المهندس نجيب ساويرس ولا انساها للشركه. وبعد الصراحه ما اول سبونسر دخل، السبونسرين التانيين اللي كملوا المبلغ دخلوا على طول، لان ساعات الناس بتبقى خايفه جدا من الحاجه الجديده. صح. لكن اول ما يبقى في حد
الناس بتثق فيه او حد الناس بتعمل له اعتبار او شركه او كده، بتدخل الناس بيبقى ده طب والله ده دول مصدر ثقه، لو هم قالوا يبقى اكيد في الموضوع ده فيه فكره ودخلوا معايا. يعني دي حاجه برضو جديده، وحاجه برضو مختلفه جدا، ان انت النهارده ما عندكش كونتاكت، ما وقفتش، ما عطلتش، بعت 12 ايميل، كان ممكن ال 12 كلهم ما راحوش، اكشلي في 11 ما راحوش اندليفرد، وكان ممكن الواحد ده ما يتشافش، بس دي برضو تاني المحاوله. انت فكرتني بالكولون اللي هو بتاع كي اف سي، لما كان معاه الخلطه بتاعته راح يبيعها لاكتر من 1009 ورفضوا ال 1009 وال 1010 هو اللي وافق. فده معناه ان انا مش من مره واحده او من مرتين او من 4 مرات واعطل. على فكره انت بتسمع قصص كتير جدا في الولايات المتحده، لان عندهم برضو حتى في البيزنس وكده عندهم ثقافه ان هم بيحيوا الفشل، لان هو يعني ان انت تجرب مثلا حاجه 20 مره وتقع 20 مره، ده بالنسبه لهم دي حاجه كويسه، دي يعني دي بتوري ان انت عندك برضو مثابره والكلام ده كله. احنا عندنا لو انت فشلت 20 مره يقول لك يا عم ده مغفل، هو صح. يعني كل مره كلام. صح احنا عندنا موضوع مختلف. في سؤال تاني برضو جاي لنا هيكمل الحكايه بتاعتك عمر من كابو ايسو، بيقول صعود جبل ايفرست كلفك قد ايه فلوس ومجهود؟ ده اللي احنا دلوقتي هنوصل له. انت خلاص دلوقتي جبت التمويل وقعدت ال 20 شهر بتتمرن وطالع بقى الجبل. احكي لنا بقى على رحله الشهرين ونص دول، وخاصه ان انت اول عربي تطلع من الجهه الجنوبيه كمان. يعني انت طبعا اول مصري يطلع جبل ايفرست عامه، لكن انت كمان اول عربي يطلع من الجهه الجنوبيه. ايه الحكايه دي، وايه حكايه الجهه الجنوبيه والجهه الشماليه، وايه الفرق بين الاثنين؟ واحكي لنا الشهرين ونص دول في دقيقتين ونص. تمام. هما كان في 2 عرب قبل كده طلعوا من الشمال، فانا كنت عاوز اعملها من الجنوب، ودي بس انت اصغر عربي على فكره. انت اصغر عربي. النهارده لا، لكن لا في ساعتها في 2007 كنت اصغر عربي. وده كان فيه تكنيكيا في حاجات اصعب، وفي منطقه في الناحيه الجنوبيه اخطر كتير جدا. زي ما قلت لك التجربه اخذت 2.5 شهور. وايفرست برضو عشان اديله كده زي سمري كده، يعني درجات الحراره بتوصل يمكن ناقص 50، قوه الرياح ممكن تعدي 100 كيلو في الساعه. طبعا بتقل فيها نسبه الاكسجين، اللي على القمه بيبقى فيه 6% اكسجين، اللي هو اقل من ثلث كميه الاكسجين الموجوده على سطح البحر. فطبعا ده بيأثر على الهضم، وبيأثر على النوم، وبيأثر على قدره الانسان ان هو يعني يجدد خلايا الجسم والكلام ده كله. حتى خلايا الجسم، خلايا المخ بتبتدي انها تموت فوق 7500 متر. وطبعا في مخاطر كتيره جدا من حفر وحاجات زي كده. فالواحد لمده 2.5 شهور طبعا فيهم خطوره جامده. لكن انا كان بقالي 12 سنه بستعد. ففي ناس تقول لك انت لا وانت بتجازف بحياتك او كده، لكن الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا واحد ما قررتش ان اطلع اعمل الموضوع ده بعد سنه او سنتين من الاستعداد، لا انا قعدت 12 سنه بستعد استعداد قوي جدا. فلما وصلت لنقطه البدايه ان انا طلعت الجبل، كنت حاسس ان انا مستعد واقدر اتعامل مع اي موقف يتحط قدامي. ابراهيم عادل بيقول لك بطل يا عمر، بس هو انت كنت لوحدك طول المده بتاعت صعود الجبل دي؟ لا، احنا كنا فرقه متكونه من 4 انفار، كان في واحد من جنوب افريقيا و2 بريطانيا، 3 رجاله وست. وفي الحقيقه في انا والولد بتاع جنوب افريقيا وصلنا يوم 17 مايو 2007، والاثنين التانيين وصلوا بعدينا باسبوع. لكن في الاخر خالص كانت المحاوله كانت ناجحه 100%، لان الاربعه فعلا وصلوا قمه الجبل. وعشان برضه في نقطه برضه ان الناس يعني قمه جبل ايفرست دي قد الترابيزه اللي احنا عليها دي كلها. ففي واحد يقول لك انت يعني قعدت 12 سنه وشهرين ونص على الجبل عشان تقعد على يعني حته 2 متر في متر. قعدت قد ايه فوق القمه دي؟ 40 دقيقه. يا نهار، واللي هو يعتبر كتير جدا يعني 12 سنه عشان تقعد فيها 40 وشهرين طالع عشان تقعد 40 دقيقه فوق. بس طبعا مش هقول لك على الاحساس ده السؤال اهو لسه جاي لك. روان سليمان بتقول لك ايه احساسك لما طلعت فوق، كان شعورك ايه؟ وفي حماده برضو بيقول، حماده ماده بيقول فرحتك وانت اول مصري تصعد للقمه كانت عامله ازاي؟ فانت دلوقتي فوق القمه، احكي لنا بقى ال 40 دقيقه دول. بص تخيل ان انت بقالك 2.5 شهور على الجبل، شايل معاك علم مصر، رايح حته مفيش ولا واحد مصري حط رجله فيها قبل كده. عديت في عواصف وجبال، وفي واحد مش من الفرقه عندنا، بس في واحد احنا تعاملنا مع الموقف ده، واحد مات في السكه الطريقه نتعامل مع الموقف ده. يعني كانت حاجات قاسيه كتيره جدا من العيا ومن التعب وكده. وفي الاخر خالص وصلت للهدف بتاعك. فطبعا شعور فوق الوصف. وبعدين المنظر اللي انت بتشوفه من فوق الجبل، من قمه الجبل، يعني انت من كتر ما انت عالي لما بتبص على الافق بتشوف دوران الكره الارضيه.
ف في سؤال برضو عجبني من توا أسامة. صعود ايفرست اعتقد انه قوة ارادة مش عضلات، واكيد كان في رسالة من صعودك لايفرست، ايه هي يا ترى؟ هو طبعا في جزء طبعا جسماني، وفي جزء طبعا اللي هو منتل، يعني اللي هو انت بس يعني الفكره ده بالنسبه لي من ايفرست كانت، والحاجه اللي يمكن نجحتني في المحاوله، لان في ناس كتير بتحاول تطلع ايفرست اكتر من مره عشان توصل، لكن انا الحمد لله قدرت اعملها من اول مره. هي ان انا كان عندي اهدافي، او انا ليه بعمل الموضوع ده، كانت واضحين جدا بالنسبه لي. يعني كان نمره واحد كانت عاوز اثبت لنفسي شخصيا ان انا نفس الشخص اللي كان عنده رب وهو عنده 11 سنه، واللي هو تقريبا ما كانش قادر ياخد نفسه خالص، يقدر يقف على قمه جبل ايفرست اللي هي تقريبا ما فيهاش اكسجين خالص. هو محمد ابراهيم بيقول لك انت كان عندك اراده من الاول لما تغلبت على الرب وشرفت مصر، شكرا. ففعلا هي دي كانت اول حاجه. وطبعا في ناس كتير بتشكر، هنقول على قد ما نقدر دلوقتي، لان بصراحه يعني ميرسي على مشاركاتكم، بس يعني عايزين مشاركات اكتر من كده، فاحنا هنقول على قد ما نقدر. انا بحاول على قد ما اقدر اقول للناس. فهو بيقول لك ان دي كانت اول حاجه فعلا، انت اول حاجه بينت ارادتك ان انت اتغلبت على الرب. اتفضل. الحاجه الثانيه اللي هو طبعا اكيد كلنا بنحس بيها بالذات دلوقتي يعني في مصر، ان انا كنت حاسس ان انا فعلا يعني بالرغم ان وقتها على فكره ما كانش في حد يعرف ان في عمر سمره بيطلع الجبل ولا في اي حاجه وكلام من ده، كان التغطيه يعني على مجال ضئيل جدا، الا ان انا كنت حاسس بالمسؤوليه. والموقف اللي انا قلت لك عليه برضو لما الشخص اللي مات ده وطلعنا ناخد قرار هل نكمل ما نكملش وكده، وخفت فعلا جدا وفكرت ان انا اتراجع يعني وارجع خالص والكلام ده كله، الا ان الحاجتين دول يعني كانوا يعني صحيين جدا في ذهني، ودول اللي خلوني اكمل بالرغم من كل الضغوط والكلام ده كله. والحمد لله زي ما قلت في يعني 17 مايو قدرنا نوصل لقمه الجبل. بعد ايفرست يا عمر، يعني اعتقد ايفرست دي حلم كل واحد بيتسلق جبال في العالم، ان هو يطلع قمه ايفرست. وانت طلعتها تمام، حققت الحلم، متشكرين بقى، نقعد نشتغل وخلاص على كده. ما عملتش انت كده؟ انا قبل ايفرست كنت شغال في لندن وهونج كونج، ده كان الكارير بتاعي كله كان بره. وكان بعد الماجستير كان عندي جوب اوفر ان انا اشتغل في شركه في انجلترا، على ما هي برضو كويسه وكده. انت برضو يعني لما بتعمل ماجستير بتدي لك برضو دفعه شويه طبعا. الا ان انا لما رجعت مصر بعد ما طلعت ايفرست قلت طبعا هروح ارجع مصر شهر شهرين مثلا قبل ما ابتدي شغل، اشوف العيله واشوف الناس وبتاع والكلام ده كله. في خلال الشهر اللي انا قعدتهم في مصر في الاول دول غيرت رايي تماما ورفضت الشغلانه اللي في انجلترا وقررت ان انا اقعد في مصر. السبب كان يمكن يعني الناس بتستغربوا شويه، او يعني اصحابي في الوقت استغربوه شويه، ان انا رحت محاضره في ناس دعتني محاضره ان انا اتكلم عن التجربه، ودي كانت اول مره اتكلم عن التجربه بتاعه ايفرست. وما كنت صراحه انا عامل الموضوع ده وما كنتش مستغرب يعني ان في ناس فعلا عاوزاني اجي اتكلم على انا بالنسبه لي كنت بعمله لنفسي وحاسس ان هو في ناس فعلا عاوزه تسمعني ان انا بحكي القصه دي. ورحت واستغربت جدا، كان في يمكن اكتر من 100 واحد وكلام من ده، كانوا كلهم كان جروب اسمه صحارى سفاريز، هم بيحبوا يعملوا سفاري ورحلات وبتاع وكده. واتكلمت، والحاجه اللي اثرت فيا جدا ان بعد ما خلصت القصه الناس ما بقتش عاوزه تمشي، يعني مهتمين جدا بالقصه، بس مش بس ان انا واحد طلع جبل وحاجه غريبه وكده، الا ان هم شافوا فيها يمكن حاجه ادتهم حافز ودافع، ان هم شافوا فيها حاجه بتواجههم كلهم، ان الواحد ازاي واحد يكون عنده فكره، وازاي ان هو الفكره دي تتحول الى حلم، والحلم ده يبقى فيه صعوبات كتيره جدا ومشاكل في الطريق ولازم يتخطاها عشان يوصل الهدف بتاعه. فيمكن القصه بتاعت ايفرست يعني مثل للحياه عامه، او العقبات اللي احنا بنواجهها سواء في حياتنا الشخصيه او في الشغل او في كده. انا عايز اقول بس يعني في شويه يعني الحقيقه الناس متفاعله معانا جدا، وبعتوا لنا برضو، انا عاجبني جدا التفاعل ده. وعندنا كمان صفحه عمر سمره على الفيسبوك، facebook.com/عمر بيج، عمرز بيج، عمر OMARS بيج PAGE. وفي صفحه مصر دوت بكره طبعا برضو اللي هي مصر دوت بكره، facebook.com/مصر دوت بكره. ناصر رشاد من لبنان بيقول لك انا Arab and Egyptian hero. سولجر تاني بعد ما رديت عليه بيقول لك انت برنس. كويس. اسماء ماهر بتقول لك انت عارف يا عمر انك انت من الناس اللي طلعوني من الاكتئاب. ايه تاني؟ سينيور ديزاينر بيقول لك هو التلج فوق ايفرست مختلف عن التلج على بقيه قمم الجبال.
يعني بيختلف شويه، بس هو كثافه التلج ونوع التلج بيتغير على حسب الارتفاع، على حسب انت فين على على الكره الارضيه. يعني انت قريب للقطب، بعيد عن القطب، جنب منطقه الاستواء وهكذا. تمام. طيب بعديها انت طلعت كليمنجارو، واعتقد ان انت طلعت كليمنجارو اعلى جبل في افريقيا، وانت طلعته بعد كده كمان 5 مرات. هو جبل كليمنجارو يعتبر جبل سهل في متناول اي حد في الحقيقه، لان وحتى لما بعد كده مش اي حد قوي يعني، بس لا والله ابتدينا اوكي. ابتدينا يمكن نوصل لها بعد كده الموضوع ده. بس انا يعني رجعت لشغل الشركات، وبعدين سبت الشغل تاني، يعني برضو نفس الحكايه، واسست الشركه بتاعتي انا. وواحده من الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بنطلع ناس عاوزه تبقى قريبه من الطبيعه، عاوزه انها تاخد تجربه جديده وكده. وكليمنجارو يمكن اشهر تجربه الناس بتعملها، وتبقى الناس حتى اللي هي عمرها في حياتها ما يعني انا عايز اقف شويه عند موضوع شركتك ده. دلوقتي انت حققت حلم عمرك ان انت تطلع ايفرست، ما وقفتش عنده يا عمر، ودلوقتي انت بتحقق احلام ناس تانية. تسلق الجبال مش صعب للدرجه العنيفه اللي الناس خايفه منها دي، وتسلق الجبال ممكن يكون هوايه ظريفه جدا. انت النهارده فتحت شركتك، ان انت تفتح شركتك ده ليه كذا معنى. المعنى الاولاني ان انت زي ما حققت حلمك وناس ساعدتك عشان تحقق حلمك، انت النهارده بتساعد ناس تانيين عشان يحققوا حلمهم. مظبوط. والحاجه التانية المهمه انه انت برضو من راجل موظف عنده دخل شهري ثابت مضمون، هتاخد مرتبك كل شهر، والحمد لله كنت ناجح زي ما انت بتقول، وعندك عروض كمان انت تشتغل في انجلترا. لواحد انتربرونير لسه بيبتدي شغل جديد، في ريسك برضو ان هو احتمال ينجح واحتمال ما ينجحش وكده، بس هو بيعمل شغلانه هو حاببها لان هو حاسس ان هو بيساعد ناس تانية انها تحقق حلمها. كلمني شويه عن الشركه بتاعتك وبتعمل فيها ايه وازاي بتاخد ناس تطلع بيهم جبال والحاجات دي. طيب، هو انا بعد ما طلعت ايفرست قعدت لمده 2 اشتغل في شركه استثمار، وجيت بعد السنتين دول كنت مبسوط جدا في الشغل وماشي كويس. حسيت ان في حاجه ناقصه. الحاجه ناقصه دي كانت هي تحقيق ذاتي، ان انا حاسس ان انا اتعلمت حاجات كتيره جدا من تسلق الجبال والمغامرات اللي انا والترحال. أنا سافرت اكتر من 80 دوله، واتعلمت الصراحه من التجارب دي حاجات كتيره جدا، يمكن في ساعات اكتر من الشغل اللي انا اشتغلته، اكتر من الدراسه اللي انا درستها، برغم ان انا يعني كنت اشتغلت 10 سنين وعملت ماجستير والكلام ده كله. وحسيت ان يمكن السفر عامه، او مفهوم السفر في الوطن العربي وفي مصر محدود، وان هو مجرد سفر او اجازه، لكن مش رحله. ان الرحله لو واحد عمل رحله بمعنى رحله بيتعلم فيها حاجات مش بس عن المكان اللي هو رايح، انه بيتعلم حاجه عن نفسه، وان هو يقدر ازاي ان انا ممكن اعمل رحله تكون فيها مغامره واخرج الانسان عن الكومفورت زون بتاعه، بحيث ان هو يعمل حاجه جديده فيرجع متعلم حاجه مختلفه. وابتدينا ان احنا في مايو 2009. والحاجه اللي برضو اللي يمكن الناس برضو وقفت ضدي فيها برضو في الاول، ان انا واحد المفروض بفهم في الاستثمار وبفهم في كده. لما فتحت الشركه بتاعتي مايو 2009، لو انت شفت جراف كده للاقتصاد العالمي، هتلاقي ان دي كانت البوتم خالص بتاعت الكرايسيس، بتاعت الفاينانشال كرايسيس اللي كانت في العالم كله. فمنين انت بتفتح شركه في مجال مختلف مش معروف كلام ده كده، وبتعملها في اسوأ مكان، ودي حاجه يعني يمكن مش بيسك نيد، يعني مش اللي هو زي الاكل والشرب، يعني لو واحد يروح يسافر دي حاجه ممكن ما تتعملش في الوقت ده. لكن انا كان عندي ايمان ان انت لو بتعمل حاجه مظبوطه وبتعملها صح، دايما هيكون في حد يعني هيبقى انترستد في البرودكت بتاعك وهيقبل عليه. وابتديت وانا كنت واحد بسافر كتير جدا وفاهم السفر، ان انا ما كنتش خبير في القطاع السياحه، فكنت لازم اتعلم كل حاجه من الاول. ولما ابتديت الاول كنت انا لوحدي، فكنت بقعد على التليفون وبعمل التسويق وعملت الويب سايت، وكنت بنظف المكتب وبروح اعمل اجتماعات وكده، لحد ما الشركه ابتدت تدريجيا انها تكبر. فكان في مجازفه في الموضوع ده، الا ان الانسان لازم يفكر بمنطلق ان هو طيب انا لو ما خدتش المجازفه دي، ما كمان 5 سنين او 10 سنين هقعد افكر طب لو كنت عملت كذا. ودي الحاجه اللي هو النوع ده من الندم هو الحاجه الوحيده اللي الانسان عمره ما يقدر يغفر لنفسه الحكايه دي. انا بيتهيألي دي مش عندك خالص. انت يعني ريسك تيكر جدا، يعني اول ما الفكره بتيجي في دماغك بتحسبها كويس بس بتنفذها على طول. بس انا مش عايزك تبقى فاكر ان انا ما بعديش في مراحل ببقى خايف جدا وببقى قلقان جدا يعني. بس ايوه كلمني عن ده، لانه ناس كتير جدا يا عمر في مرحله الخوف والقلق بتلف وترجع. يعني ازاي انت بتقدر تتغلب على الخوف والقلق اللي جواك ده؟ اكيد بتبقى خايف وقلقان فعلا زي ما انت بتقول، ولكن في ناس كتير جدا، ما هو صراع بقى، مين اللي هيتغلب، الخوف والقلق
ولا قوه الحلم اللي جواك؟ ازاي بتتغلب على الخوف والقلق؟ انت بتبقى عامل زي اللي عارف اللي هو زي في الافلام الكرتون اللي هو بيبقى واحد على كتفك من هنا وواحد كتفك من هنا وبيبقى في صوتين دايما فاهم انت كمل لا ما تكملش انت ما تقدرش انت ازاي تعمل ده وفي السوق ماشي بالطريقه الفلانيه ومش عارف ايه. ففي حاجات اللي انت بتقعد تفكر فيها بطريقه عقلانيه اللي هي، وفي حته تانية اللي هي القلب. وما بين الاثنين دول في حاجه الصح يعني اللي هو طيب انا لازم امشي ورا قلبي وكده بس لازم برضو عقلانيا لازم اختار الوقت الصح ولازم يكون يعني ادرس الموضوع كويس جدا والكلام ده كله. فبالنسبه لي هي انا بحس بشوف انا فعلا انا عاوز اعمل ايه ويعني قلبي بيقول لي ان ايه الحاجه اللي انا فعلا لازم امشي وراها ولازم ان انا احاول ان انا اجربها. وفي نفس الوقت باخد كل الاستعدادات من ناحيه الريسيرش ومن ناحيه التخطيط ومن ناحيه الاستراتيجيه بتاعتها اشوف ايه احسن طريقه وبجرب ببقى عارف بس وانا داخل فيها ببقى عارف ان انا يعني احتمالات الفشل موجوده لكن انا عارف ان انا قابل ده وعندي يقين ان مهما كان عشان انا يعني بحاول ونيتي كويسه ان في الاخر خالص ربنا هيوصلني لبر الامان سواء في الفكره دي او سواء ان انا يمكن. وفي فترات كتيره جدا عديت فيها في الشركه دي ان انا يعني الموضوع كان صعب جدا وحتى ما كنتش عارف ادفع لنفسي ماهيه وكل الكلام ده لحد ما الشركه وقفت على رجليها. لكن ساعات يعني الموضوع بيزداد سوء يعني لحد بيوصل يعني لاصعب حاجه قبل ما يبتدي ان هو يتيسر. فلازم الانسان ما هو مش عارف اللحظه دي هتيجي امتى مظبوط. فهو ما قداموش غير ان هو يكمل ولو لقى ان هو ان الفلوس خلصت يبقى لازم يروح ويقنع ناس تانية مستثمرين او يقنع اصحابه او عيلته كده اقفوا جنبي واشتروا حصه من الشركه وادوني فلوس هاخدها هضخ تاني في الشركه وهتنجح والكلام ده كله. ما هو لازم الانسان يكون عنده ايمان ان الفكره دي يعني هتنجح ويبقى عنده المقدره ان هو يوصل لابعد المدى ان هو يحققها. دي نقطه مهمه جدا يا عمر. الناس كتير جدا بتقول لك انا عايز ابقى وعندي حلم و وحاسس ان انا اقدر بس انا حاولت بس انا معيش فلوس بس انا الخوف تغلب عليا. نقطه الاستمراريه والثبات وانه جزء كبير جدا من النجاح بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى واقع على الشخص نفسه. يعني بيبقى في الاخر انت اللي بتاخد الموقف وانت اللي بتاخد القرار وانت اللي بتجري ورا حلمك حتى باحتمالات الفشل اللي موجوده بتقدر تعملها. والدليل على كده ان انت النهارده هزيمتك للربو في الاول، صعودك لاول جبل وانت عندك 16 سنه، حلم اللي قعدت بتحلم بيه 12 سنه وقعدت تتمرن له 20 شهر وقعدت تطلع فيه شهرين، ثم بعد كده تركك للوظيفه وان انت تروح تعمل ماجستير. قبل كده الاول تركك للوظيفه ان انت تروح تعمل ماجستير وتاخد قرض عشان تعمل ماجستير، ثم بعد صعود ايفرست تركك للوظيفه تاني وان انت تروح تفتح الشركه دي بما فيها من ريسك. والاكتر من كده ان انت مش ايفرست بقى وخلاص، ده انت اللي انا عارفه كمان ان انت صعدت السبع قمم اللي هم في العالم اللي هم بيسموهم اللي هم 7 سامتس او القمم السبعه اللي هو اعلى جبل في كل قاره. مظبوط. طب ليه عملت كده؟ ما انت خلاص طلعت ايفرست. عملت كده لان لازم انا اعمل الحاجه يعني انا دايما بكلم الناس وبقول ان انا الواحد لازم يخرج عن الحياه النمطيه ولازم ان هو دايما يبتدي يقعد دايما يزق نفسه لقدام وما يبقاش لما يلاقي نفسه استريح خالص وخلاص كده الحياه بقت تمام وكل حاجه سهله ما يقفش عند كده. فانا بالنسبه لي ما كانش يعني كان بالنسبه لي ان لازم دايما اشوف ايه الاصعب من كده عشان اقدر انا اكمل. انا كمان لازم يعني انمو كمان ولازم اتعلم حاجات جديده. فطالما انا لو انا فضلت اعمل الحاجه السهل بالنسبه لي او الحاجه اللي انا خلاص بقت بالنسبه لي معقوله مش هكبر او مش هتحسن. فعشان كده حطيت لنفسي هدف اكبر واصعب اللي هو كان القمم السبعه. طيب وبعد ما طلعت القمم السبعه، القمم السبعه ده كانت خطه برضو اخدت من 2007 لحد 2013 فبنتكلم برضو في حلم تاني مش قصير برضو كان اخد حوالي 5-6 سنين وابتديت برضو اخطط للخطوه اللي بعد كده. وبرضو بالمناسبه يعني بالرغم من ان بعد ايفرست يمكن الناس الى حد ما عرفت مثلا ايه ايفرست وعرفت الى حد ما مثلا عمر سمره هو اللي طلع ايفرست والكلام ده كله، الا ان لحد النهارده موضوع ان واحد يجيب سبونسرز والكلام ده برضو لسه صعب لان برضو الفكره اللي انا بعملها برضو فكره تعتبر لسه غريبه لان مفيش يعني غيري وناس قليله جدا اللي بتعملها. بس انت انا اعتقد يا عمر ان انت بتفيد الشركات جدا. يعني اعتقد ان الشركه اللي تعمل لك سبونسر شيب دي بتستفاد منك جدا ان انت النهارده بتاكد عده حاجات جديده. احنا زي ما انت شايف دلوقتي يعني معظم الشركات بتجري ناحيه ان الحلم ممكن يتحقق وانت تقدر واكيد ممكن ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. اعتقد ان الشركه اللي بتعمل لك سبونسر شيب دي
بتستفيد حاجات كتير جدا. بتستفيد انها بتوري نموذج لعزيمه، وبتوري اراده، وبتوري قدره على الانجاز، وبتوري ذا باور اوف ذا دريم، وبتوري حاجات كتير جدا يعني. فانا مستغرب ان لسه التفكير في مصر يعني. في طبعا شركات اللي انا اشتغلت معاها في الفتره اللي فاتت قدرت تفهم ده وقدرت انها تستفيد بيه طبعا. والفايده طبعا كبيره جدا، لان طبعا يعني في خلال مثلا الثلاث شهور اللي فاتت اللي انا خلصت فيهم القمم السبعه، كان في يعني تغطيه للجبل الاخير، تغطيه كويسه. السبونسرز اللي كانوا موجودين طبعا العائد اللي رجع لهم من ناحيه الاكسبوجر والكلام ده كله كان يمكن 20 ضعف اللي اتحط. مظبوط. وده اللي انا بقوله يعني، انه المفروض انه الشركات في مصر بالذات تبتدي تفهم انه سبونسر شيب لحاجه زي كده. يعني يمكن مش عايز اقول انه في سبونسر شيب بيتعمل كتير جدا لكونسرتس والماتشات كوره وبتاع، لكن لما بنسبونسر حاجه زي كده احنا بنثبت اكتر من حاجه في وقت واحد. بالظبط. وهي كمان حاجه دايما يعني مثلا الثلاثه سبونسرز بتوع ايفرست لحد النهارده بعد 6 سنين لسه بياخدوا بنفيتس من الاكسبوجر. مظبوط جدا. يعني احنا النهارده حتى كنت بتكلم على شركه اوراسكوم تيليكوم وهكذا، يعني لما واحد بيبقى ليه الفضل على واحد دايما بيبقى حاسس ان هو دايما بالظبط. لازم ان هو يتكلم عنه صح ويشكره. صح. الحاجه دايما المهمه برضو ان الواحد برضو لما يعني وانس ان هو وصل للنجاح ما يحسش ان هو كده انا خلاص بقى كده انا هقعد احط رجلي على الترابيزه والموضوع انتهى. لا، الدنيا لسه صعبه، وفي يعني انا ممكن ارضى باللي انا فيه كده وخلاص والموضوع يبقى سهل والكلام ده كله. هبتدي بقى في الديكلاين. لكن زي ما انا قلت في الاول ان لو واحد بص عليها من فلسفه الحياه، ان الواحد بيعيش الحياه دي عشان يبقى احسن نموذج من نفسه يقدر ان هو يوصل له في حياته الشخصيه، في علاقته مثلا مع ربنا، في الشغل بتاعه، في كل الحاجات ده منطلق هيخليه ان هو دايما بيجتهد ودايما بيحاول ان هو يوصل للاحسن والاحسن. تمام. وبعد ما هو يوصل للحلم بتاعه، يعني في فتره في تحقيق الحلم بتبقى فتره انانيه، اللي هو انت بتبتدي في الاول خالص صغير جدا وعاوز توصل لحاجه، فكل حاجه بتبقى انت نفسك، انت عاوز تحسن من نفسك وعاوز توصل للمنصب تاني، وعاوز ان انت تحقق الحلم ده في الرياضه او الكلام ده كله. وبعدين لا، بتشتغل جدا فوكس على نفسك لحد ما توصل للحلم بتاعك. بعد ما وصلت وبقى الموضوع بقى يعني اريح شويه، وبقى عندك من الخبره ومن التجارب انت تقدر فعلا تفيد غيرك، تبتدي برضو تفكر في انت هتعمل ايه الخطوه الجايه لنفسك. لكن برضو تبتدي تفكر انا ازاي ممكن اللي انا اتعلمته ده يعود بنفع على ناس تانية برضو. تمام. لان في الفكره كلها ان انت لازم انت بتوصل. يعني انا كعمر سمره بعد كل اللي انا هعمله مثلا في المجال ده هقدر اوصل لنقطه معينه، لازم في نقطه معينه هاخد اللي هو زي سباق الريلي، لازم اخد الحاجه دي هديها لحد تاني، حد تاني هيبني عليها. ودي النقطه اللي احنا برضو عايزك تلقي الضوء عليها برضو يا عمر. انا عارف انت ليك انشطه خيريه كتيره جدا وبتعمل حاجات كتير في الحكايه دي، ان انت بتوصل الحلم للناس، بتوصل الفكر للناس. مش حابب تكلمني عن الحاجات دي شويه؟ انا يعني يمكن في كذا حاجه يعني من الناحيه الخيريه اللي انا مهتم بيها. هي اخواتي الاثنين الكبار معاقين ذهنيا، فده بالنسبه لي حاجه قريبه جدا من قلبي. وانا شايف ان ذوي الاحتياجات الخاصه يعني متجاهلين يعني في مش واخدين حقهم بصراحه من الاهتمام، رعايه كافيه في مصر. فمن خلال الشركه بتاعتي لما اسستها في 2009 ابتديت ان انا اعمل رحلات تسلق جبال سميتها الحق في التسلق، وكانت بنستخدمها ان احنا نعمل PR لواحده من الجمعيات الخيريه اللي موجوده في مصر اسمها الحق في الحياه. وفي نفس الوقت كنا بنستخدمها كطريقه ان احنا نجمع لهم برضو تبرعات وبندي لهم التبرعات دي. مؤخرا حاجه يمكن احب برضو انا اتكلم عليها، يعني يمكن حاجه حزينه شويه، لكن من حوالي يمكن 5 أسابيع مراتي توفت، وعندي حتى الباقيه، وعندي بنت صغيره يعني سنها شهر. ويمكن كانت مراتي واحده من الحاجات اللي هي كانت بتحبها جدا انها كانت بتحب تحسن جدا للايتام، وكانت ابتدت مبادره يمكن في 2010 اسمها توي ران، انها كانت بتاخد اللعب القديمه او اللعب الناس مش عاوزاها تروح ملاجئ وحاجات زي كده وتديهم للاطفال في الاعياد وفي المناسبات والكلام ده كده. فانا حبيت برضو من ان انا عشان برضو الواحد يعني الناس زي تبقى صدقه جاريه، وان انا برضو اكمل المجهود اللي هي ابتديته. ابتديت في مشروع ان انا اسس المؤسسه خيريه، يعني ماشيين في الاجراءات ان احنا مؤسسه خيريه للموضوع ده، والحمد لله ابتدينا في اول رمضان
ولحد النهارده جمعنا يمكن 2000 لعبه في مصر وفي كذا بلد تانية برضو ساعدونا وبيبعتوا لعب لمصر وكده، وان شاء الله هنبتدي. معلش يا عمر، الناس اللي عايزه تبعت لك الحاجات دي تعمل ايه؟ في يعني تدخل على ايه؟ هل الفان بيج بتاعتك ولا تعمل ايه؟ مظبوط. في جروب على الفيسبوك اسمه مراتي اسمها مروه فايد، فمروه فايدز توي ران. لكن برضو ممكن الناس لو حبت انها تشترك معانا او كده ممكن تبعت لي برضو مسج على الفان بيج وانا اوصلها. يبقى يا جماعه مروه فايدز توي ران وعمرز OMARS بيج دي على الفيسبوك facebook.com/عمر OMARS page.com. انا هحط برضو ان شاء الله بعد ما نخلص يعني النهارده بالليل هحط يعني احنا اوريدي حاطين، انتوا لو بصيتوا تحت الفيديو على طول في الفان بيج اللي هي facebook.com/عمر اس page. نبعت لهم عليها، لان انا شايف، انا شخصيا شايف ان دي مبادره عظيمه بصراحه يعني، وبحييك عمر الحقيقه عليها. يعني انا شايف ان انت ما شاء الله يعني متعدد المواهب، والميزه اللي فيك انه زي ما انت قلت انت مش يعني عديت مرحله الانانيه بتاعت الحلم، عملت الحلم وعديت مرحله. مريم عماد بعت سؤال ظريف، بتقول لك طب هل تخلي بنتك بعد كده تعمل الحاجه اللي هي عايزاها حتى لو خطر عليها؟ ده اكيد من غير اي مناقشه. بتكمل السؤال هتساعده ازاي؟ هتساعدها ازاي؟ انا شايف ان يعني طبعا يعني ما عنديش اولاد تانيين، يعني هي بنتي الوحيده، فما عنديش خبره في الموضوع ده. لكن انا بشوف من الاهل يعملوه معايا وبشوف من اللي حواليا ان لما واحد بيكون عنده طفل صغير، هو انت مهمتك مش ان انت تمشي اللي في دماغك، انت مهمتك هو الشخص بيبقى مولود اصلا بشخصيته وباحلامه وبكيانه وبالحاجات اللي هو هيعملها. انت كل اللي انت المفروض انت تعمله ان انت يعني تساعده ان هو يعمل اللي هو ان هو تساعده في اكتشاف ايه هي غايته وايه هي الحاجه اللي هو عايز يحققها، وتساعده على قد ما تقدر. ما تقفش جنبه او ما تقدرش تقول له ده صح وده غلط والكلام ده كله. فهي لو صدفت ان الحلم بتاعها فيه حاجه فيها خطوره او كده، طبعا هكون حريص جدا ان انا اتاكد انها مستعده تماما وان هي عارفه بالظبط ايه اللي هي الحاجه اللي هي داخله فيها، لكن مش ممكن انا اقف ضدها طبعا. طيب في سؤال تاني، ما حاولتش ليه تدي سيشن للناس اللي هم عندهم ابناء انهم يساعدوهم يحققوا حلمهم طالما مش غلط ولا حرام؟ هو يعني الحقيقه مريم، هو اللي احنا فيه دلوقتي دي رساله ليهم كلهم يعني. وزائد ان في سيشنز كتير عمر عملها على فكره، لو دخلت على اليوتيوب برضو وكتبت عمر سمره هتلاقي اكتر من سيشن عمله. بس انا فاهم قصدك، هي قصدها سيشن يكون موجه للاباء دول. عارف انت الاب اللي هو ايه، ما تتحركش، ما تعملش، ما انا عملت يعني لحد النهارده انا ابتديت المحاضرات دي زي ما قلت لك، كانت اول واحده بعد ايفرست في 2007، ولحد النهارده عملت اكتر من 80 محاضره في اكتر من محافظه يعني في مصر وكده، وبرده بره مصر يعني، لكن اغلبيا في مصر. وكان في كتير جدا معظمها كانت لطلبه، وساعات كانت اولياء الامور بيجوا. بس طبعا فكره كويسه جدا ان ممكن يتعمل سيشن تكون ندعو فيها ان الطلبه يجيبوا الاهالي برضو، دي تبقى حاجه كويسه. فدي برضو فكره كويسه فعلا، فكره كويسه فعلا ممكن نعملها. محمد حمدي بيسال سؤال ظريف برضو، اللي هو احنا اتكلمنا على حته منه بس انا عايزك توضحها اكتر. ما هو مقدار الخطر في صعود الجبل؟ يعني قد ايه الخطر؟ في خطر في الصعود ولا ما فيش؟ والخطر ده كبير ولا مش كبير قوي يعني؟ طيب احنا اتكلمنا عن التسلق. انا طلعت جبل سانت كاترين يا محمد يعني، فاقدر اقول لك ان هو مش خطر قوي يعني. ما هي بالظبط النقطه دي، ان تسلق الجبال درجات كتيره جدا متفاوته. ففي مثلا في الشركه في شغلنا بنعمل الحاجات اللي هي من نقطه البدايه خالص، انت ما عندكش اي اكسبيرينس لحد ما توصل لمرحله معينه. في بقى بعد كده الحاجات اللي انا بعملها اللي هي اللي هي دايما بحاول اعمل حاجه اصعب فاصعب، اللي هي قمه السبعه وايفرست والحاجات دي فيها خطوره فعلا. وفي دايما وفي جبال بيبقى فيها نسبه، يعني بتبقى معروف ان مثلا في ايفرست في كل موسم في مثلا 4% بيموتوا او في وهكذا. فدي طبعا بس الجبال الكبيره دي يعني الحاجات دي كمان كتير تبقى مثلا الموضوع تاني يعني المحترف او اللي غاوي جدا. انما في حاجات تانية ما فيهاش اصلا خطوره خالص يعني. بالزبط. واحد بتبقى مجرد متعه، ومجرد ان واحد بيبقى قريب جدا من الطبيعه. وهقول لك على حاجه، اصغر واحد طلع معانا في الشركه طلع معانا تجربه كان عنده 14 سنه، واكبر واحد كان عنده 65 سنه. يا نهار ابيض. فالاعمار متفاوته، و47% من الناس اللي بتطلع معانا بنات او ستات يعني.
وفي مراحل متفاوته من العمر. من العمر والمقدره، يعني مش كله فيت ومش كله رياضي ومش كله كده يعني. تمام تمام. احنا بنساعدهم على الاستعداد والكلام ده كله. تمام. محطتك اللي جايه ايه يا عمر بعد السبع قمم اللي انت 7 سامس؟ في حاجتين. واحده طبعا يعني في الشغل برضو، في يعني طبعا من ناحيه الشغل بنحاول نكبر الشركه وبنتوسع والكلام ده كله، من ناحيه العمل الخيري برضو بنحاول نعمل الكلام ده. لكن من ناحيه المغامره في حاجتين قدامي. واحده فيهم هي حاجه اسمها الادفنتشر جراند سلام. دي حاجه حققها 20 واحد بس في التاريخ، وهي ان انا اكمل القمم السبعه واوصل للقطب الجنوبي والقطب الشمالي على رجلي. دي كل واحده فيهم رحله مدتها حوالي شهر ونص، وطبعا محتاجه استعدادات طويله جدا ومحتاجه سبونسر. بالظبط، محتاجه سبونسر. ده في المدى المتوسط. انما في المدى القريب في يمكن مسابقه كانت ان واحد مصري يطلع لو كسب المسابقه ان هو يطلع الفضاء. دي كانت واحده من الحاجات اللي الواحد بيحلم بيها وهو صغير. ويعني كانت يعني مراتي قبل ما تتوفى كانت حريصه جدا ان انا اعمل الحكايه دي، فبحاول ان انا اعمل ده يعني وانسبه ليها يعني. وهي مسابقه بتخلص في اخر شهر 9، واول مرحله هي مرحله تصويت، فلازم واحد ياخد اعلى عدد من الاصوات، وبعد كده في تصفيات. بعد كده حاسس ان انا في التصفيات هكون مؤهل جدا يعني بدنيا وذهنيا ان انا اقدر اوصل لعدد التصفيات. لكن طبعا الجزئيه بتاعه التصويت دي هي بحاول طبعا دلوقتي ان انا يعني اجمع كده. ففي برضو حتى على البيج بتاعتي تحت البوست اللي احنا لسه عاملينه ده في واحد فيها اللينك والكلام ده كله. ببقى سعيد جدا لو الناس يا ريت كلنا يعني نعمل فوتنج لعمر على في المسابقه دي. واعتقد ان احنا النهارده يعني قدام يعني ايكون بصراحه، يعني قدام يعني احنا في مصر ضد بكره دايما بيبقى هدفنا تنميه المهارات، وان احنا نوري نماذج ناجحه في مصر اللي هو المصريين اللي هم فعلا. اعتقد ان احنا النهارده معانا واحد فعلا من المصريين اللي قدر يتغلب على صعاب، يعني يمكن الصعاب معاه لغايه دلوقتي زي ما احنا يعني سامعين القصص اللي هو بيحكيها لنا. الصعاب معاه لغايه دلوقتي، انما كل صعوبه بتواجهها عمر الحقيقه ربنا بيقدرك، بيديك قوه اراده ان انت تعديها. وانت سواء كانت صعوبات معنويه او حتى صعوبات فيزيكال ماديه زي الجبال وزي الحاجات دي كلها. عايز تقول ايه للشباب اللي هم بيجي يقول لك اصل انا بصراحه مش عارف انا عاوز ايه، انا ما بعرفش انا بحب ايه، او انا عندي حلم بس مش عارف احققه بصراحه، حاسس انه استحاله ان انا اعرف اجيب له تمويل، او استحاله ان انا اقدر عليه، او الحاجات دي كلها؟ بص، هما الحاجتين دول حاجتين مختلفتين. يعني لما واحد عنده فكره ويائس مش قادر ان هو يوصلها، دي الصراحه الانسان لازم يكون عنده، يعني لو هو فعلا مؤمن بالحكايه دي وبيحبها، ان هو يكون عنده الاستعداد ان هو يوصل لابعد المدى عشان يقدر يحققها. لان لو هو ما عملش ده غيره هيعمل ده. وده اللي بيفرق الانسان اللي هو الناجح اللي مستمر في الفكره بتاعته والشخص اللي هو بيقف. بس لو واحد حاسس ان هو دايما بتبقى اصعب خطوه هي ان الواحد يبدا. يعني في ناس كتيره جدا انا اعرفها، وناس دارسه كويس جدا والكلام ده كله، قاعدين بقالهم اصحابي يعني بقالهم سنين بيتكلموا في ان انا نفسي ان انا هعمل شركه بتاعمل، او نفسي ان انا هعمل مشروع كذا، وما بيعملوش حاجه. يعني دول يعني بياخدوا مهيات اكبر مني وبيشتغلوا في شركات ومناصب كبيره جدا، الا ان هم واقفين عند النقطه دي. لان هم بيحسبوا مش بس بيحسب اللي هيحصل في خلال الشهور اللي جايه دي، بيقول ان انا لو عملت كده في كمان سنتين هيحصل كذا، وافرض حصل كذا، وافرض الدنيا اتلخبطت في البلد، وافرض الاقتصاد العالمي حصل فيه كذا. طب ما هو يعني لا، ما ينفعش. انت لازم فكر في الفكره بتاعتك، ادرسها كويس، وخد الخطوه الاولانيه، ويعني وربنا هيبقى معاك وهيقدرك. لو فرض وانت تبقى عندك ايمان انت لو الموضوع ده ما مشيش، يبقى انت برضو مكتوب لك ان انت هتتعلم منه حاجه. يعني مفيش خطوه لورا. لو انت دايما بتحاول تاخد خطوه لقدام وبتبقى عندك انيشيتيف وبتبدا، يبقى دي كلها حاجات بوزيتيف. الشخص بقى النوعيه الثانيه اللي هو مش عارف. انا قعدت فتره طويله جدا يعني في موضوع تسلق الجبال. مش كنت عارف ان انا عاوز اطلع ايفرست من الاول، لكن في موضوع الكارير انا اشتغلت في مجال البنوك والاستثمار وكل ده لحد ما لقيت ان انا فعلا اللي انا عاوز الشركه اللي انا عاوز ابداها في مجال تاني خالص. في السنين دي كلها كان جات عدت فترات كتيره جدا كنت يعني مثلا عندي مهيه كويسه والكلام ده كله، انا حاسس ان انا مش مبسوط في الشغل، مش محقق ذاتي، مش حاسس ان انا بعمل حاجه اللي انا بحبها، الكلام ده كله. الا ان انا كنت دايما
شايف ان انا لو في وصلت لفتره في الشغل بتاعي حاسس ان انا مش مبسوط او حاسس ان انا الموقف اللي انا فيه دلوقتي مش كويس، هغير منه. ممكن اكون هغير منه انا مش عارف ايه الصح، لكن هغير منه على اتليست ان انا عرفت ان ده مش المظبوط ليا. هجرب مثلا اروح ديبارتمنت تانية، رحت الديبارتمنت التانية دي هجربها، لا ما نفعتش، طب هجرب حاجه تانية. ليه؟ لان الواحد بيعيش مره واحده بس. فزي ما انت كويس ان الواحد يبقى في ناس ربنا بيديهم من الويزدم يعني، او من كده ان هم عارفين من اليوم الاولاني ان انا هخش في الكارير ده وهعمل كذا وكلام من ده، زي الناس مثلا بتوع زي مثلا بيل جيتس زمان والناس دي كلها. لكن في ناس بتعرف ده بوقت طويل جدا. الغلط ان انت تبقى بتعمل حاجه وانت عارف انها مش كويسه ليك وعارف انت مش مبسوط فيها وتفضل تعملها سنين طويله جدا، لان كده العمر بيعدي. مظبوط. انما لو انت بتعمل حاجه غير من يعني قول خلاص انا ده مش عاجبه، هجرب حاجه تانية، هجرب حاجه ثالثه، ربنا بقى هيساعدك. يعني هيبتدي ان هو هتقعد تعمل ده، وفي الحقيقه في خطه، يعني في خطه ان انت بتعمل ده عشان في مهارات معينه هتكتسبها من كل حاجه هتعملها، عشان في يوم من الايام هتبقى خلاص جاهز، عندك كل المواهب ان انت تبدا الحاجه اللي انت طول عمرك كده، ووقتها هيجيلك الالهام بايه الحكايه دي. بس انت لازم تبقى مؤمن ان انت مش هتعرف الاجوبه كلها في اللحظه دي، والاجابه هتيجي قدام، بس مش هتفضل واقف مستني الاجابه تجيلك، لا انت هتقعد تحاول وتجرب لحد ما الموضوع يمشي. مظبوط. يعني اعتقد ان احنا النهارده يعني انا شخصيا استفدت اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه ازاي ان انا يبقى عندي حلم. الحاجه التانية ازاي ان انا يبقى عندي مثابره على ان انا احقق الحلم ده. الحاجه التالتة ازاي ان انا هتواجهني صعوبات كتير طول ما انا ماشي، طول ما انا ماشي هتواجهني صعوبات، انما انا اقدر اعديها طول ما انا واثق في نفسي. الحاجه الرابعه انه انا يسوي كان انا اقدر اخد الريسك، انا اقدر اعمل حاجه الناس كلها ممكن تبص عليا على ان انا مجنون، بس انا مؤمن بيها واقدر ان انا انفذها. الحاجه الخامسه ان انا مش ببقاش اناني في تحقيق حلمي، ان انا حققت حلم اساعد الناس التانيين كمان ان هم يحققوا احلامهم. الحاجه السادسه ان احلامي ما تنتهيش، هو مش حلم واحد وانا حققته، ده انا كل ما بوصل لخطوه باخد الخطوه اللي بعديها. الحاجه السابعه ان انا اقدر ان انا حتى ابتدي اسيب الحاجه المضمونه وابتدي بحاجه مش مضمونه حتى في البيزنس واعملها عشان انا مؤمن بيها. الحاجه الثامنه ان انا مش ملك نفسي بس، انا ملك لكل الناس. انا لازم اعمل اعمال خيريه. انا مش يا جماعه ناس كتير جدا همها كل همها اجمع اكبر عدد من الفلوس في اقل وقت. مش كل حاجه الفلوس. انتوا قدامكم واحد دلوقتي مش كل حاجه الفلوس، كان ممكن يجمع فلوس كتير جدا 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 بعد الحاجات اللي هو وصل لها، وكان ممكن يجمع فلوس يمكن اكتر عن طريق شغله في انجلترا وفي هونج كونج زي ما انتم سامعين. انما بياخد الكلام ده وبيعمل حاجات خيريه، بياخد الكلام ده وبيعمل حاجات الحق في التسلق، بيعمل حاجات. وجوده معانا النهارده ده، مجرد وجوده معانا النهارده وكلامه معانا بيدي يعني انسبريشن لكام واحد. انا شخصيا حاسس ان انا دلوقتي يعني اقدر اعمل اي حاجه فعلا يعني. فيعني بجد عمر احنا متشكرين جدا 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 ليك. ربنا يوفقك، انت نموذج لكل انسان مصري وعربي ويمكن عالمي. اي حد نفسه يبقى زيك. نموذج ان النجم مش لازم يكون فنان ولاعيب كوره، مع احترامنا ليهم طبعا، لكن مش لازم يكون فنان ولاعيب كوره. نموذج ان الانسان فعلا ممكن يحقق حلمه. واعتقد ان الكلمتين اللي انت قلتهم في الاخر دول يعني بيلخصوا الموضوع كله، ان فعلا الواحد ممكن يبقى قادر ان هو يحقق اي حاجه، ولازم عنده ثقه في نفسه. مظبوط. انا يعني مبسوط جدا ان طبعا انا اتعرفت بيك ومصر دوت بكره، وان شاء الله يعني توعدنا انك تبقى معانا كمان لايف بقى في ايفنتس بعد كده باذن الله. ده اكيد. ويعني بجد عمر شكرا شكرا شكرا، لان انا عارف انت مزنوق في وقتك جدا، وعارف ان انت كنت مسافر دبي واجلت سفرك عشان خاطر تبقى معانا النهارده في السحور الجميل ده. واعتقد انه يعني خير ان احنا نبقى في رمضان ونسمع الخير اللي انت بتعمله، وربنا يوفقك في الخير اللي انت بتعمله، وربنا يوفقك في ان شاء الله القطب الجنوبي والقطب الشمالي. وموضوع صعب شويه برضه، بس ان شاء الله ربنا يوفقك فيه، وتبقى انت واحد من اعتقد 20-25 واحد اللي عملوه. مظبوط. يعني في العالم كله، يعني من كل العالم. شرف لمصر كلها، وشرف للعرب كلهم، وشرف للشباب كله. انت عمر، وميرسي جدا ليك. شكرا. الف شكر، وانبسطت جدا بيك النهارده، ومتشكر جدا جدا ليكم يا جماعه على تفاعلكم معانا وعلى الاسئله اللي انتم بعتوها. اسفين ما قدرناش نقرا كل حاجه، بس زي ما انتم شفتوا النهارده هنبقى على وعد من عمر. وزي ما قلت لكم خشوا على الفان بيج بتاعت عمر اللي هي facebook.com/عمرز OMARS page،
وعلى مصر بكره برضو facebook.com/مصر.بكره هتلاقوا كل الابديتس، وهتعرفوا ان شاء الله برضو امتى عمر هيبقى معانا في لايف ايفنتس. وفي نفس الوقت تقدروا تشوفوا الفيديو ده في اي وقت. ميرسي جدا ليكم، كل سنه وانتم طيبين، وميرسي يا عمر تاني مره تانيه. شكرا جدا، شكرا. وكل سنه وانتم طيبين. شكرا.